فيدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلها المؤمنون والأنبياء قبل والمؤمنون على قدر إيمانهم جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33 جردا ليس على أجسادهم شعر، مردا ليس على وجوههم شعر، مكحلون أو كأنهم مكحلون ظاهرة المعنى، أبناء 33 أي في سنهم. واعلم أيها المبارك أن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل، ومعنى أن دخول الجنة بالفضل لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله ورحمة، لكن الناس في الدنيا تتفاوت أعمالهم، فكذلك في دخول الجنة تتفاوت منازلهم، لأن الجنة المقامات فيها بالعدل، كل حسب ما كان عليه من عمل صالح في الدنيا فدخولهم إياها يستوي فيه، المؤمن السابق والمؤمن المقتصد والمؤمن المسرف على نفسه، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، لكنهم في منازل الجنة فيما يظهر من استقراء الكتاب والسنة أن المنازل فيها بالعدل. ولهذا رتب الله الخلق، قال ربنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقسم ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه الناس إلى 4 أقسام، وجاءت تقسيمات أخرى. فيدخل أهل الجنة الجنة، إذا دخلوها أول ما يطعمون زيادة كبد النون، كما سئل صلى الله عليه وسلم ما تحفتهم إذا دخلوا الجنة، قال زيادة كبد النون. ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم يسقون عليها شرابا من عين تسمى سلسبيلا، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. في الجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، وليست الجنة دار تكليف. ومع ذلك يبقى أهل الإيمان يسبحون الله في الجنة، لكن تسبيحهم في الجنة لا على أنه تكليف، إنما يلهمون التسبيح في الجنة كما يلهمون في الدنيا النفس، فإنك تتنفس بصورة لا إرادية. وكذلك أهل الجنة ومع التقريب في المشابهة يسبحون الله جل وعلا كما يلهمون النفس. ومع أن هذا يفهم أن تسبيح الرب تبارك وتعالى من أجل وأعظم العبادات. وتدبروا القرآن، الله جل وعلا في القرآن سبحه الرعد، قال ويسبح الرعد بحمده، سبحته الملائكة، قال ونحن نسبح لك، قالت ونحن نسبح لك كما قال الله في القرآن. وسبحه المؤمنون، وسبحه الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبح، وسبحته الطير والطير محشورة. وأجمل جل وعلا عم جعلها عامة، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأعظم من ذلك كله أن الله جل وعلا سبح نفسه بنفسه، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فسبح الله جل وعلا ذاته العلية حتى يعلم أن للتسبيح رفيع المنازل عند الله. وهذا نبي الله زكريا يبتلى بأن يبقى له آية بأنه لا يكلم الناس رغم استواء خلقته، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، ومع ذلك قال الله له وسبح بالعشي والإبكار. فخرج عليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والآية لم نضبط تلاوتها، لكن فيها أن سبحوا بكرة وعشية. والمقصود من هذا أن التسبيح عبادة عظيمة، وأي عبادة، فيلهم أهل الجنة تسبيح الله جل وعلا كما يلهمون النفس. يحمد أهل الجنة ربهم جل وعلا، ولعل هذا في مواطن. والذي يظهر أنهم إذا خرجوا من الصراط قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وإذا دنوا من الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وإذا أدخلوا الجنة قال الله عنهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا بعض ما أخبر القرآن وجاءت السنة من أخبار ثابتة عن أهل الجنة. أهل الجنة في هذا النعيم لا يخافون من شيء خوفهم من أن يقال لهم اخرجوا منها. فإذا جيء بالموت على صورة كبش أملح ونودي يا أهل الجنة فينظرون من شرفاتها خائفين أن يقال لهم اخرجوا منها. ويقال كذلك هذا النداء لأهل النار، ثم يذبح الموت ينحر ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. قالت عائشة فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار حزنا. في غمرة ذلك، وليس من صحيح اللغة أن يقال غمرة لأنها تقال في المكروب، في ذلك كله يسمعون مناديا ينادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا. فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أجل ولا أعظم من رؤية وجه الله. رزقني الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه العظيم. هذه العطية الفاخرة التي لا تعدلها عطية، وهي لذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. وقد قلنا كما قال الأخيار من قبلنا مرارا والله إن المرء لتبعد به الديار لأي غرض، فإذا آت أو بعد سفره وكثرت أيام غيابه حن إلى وجوه أقوام، هذا يحن إلى وجه أبويه، وهذا إلى زوجته، وهذا إلى أخواته، وهذا إلى أولاده، وهذا إلى جيرانه، وهذا إلى خلانه، وهو معذور. فكيف الشوق إلى رؤية وجه أرحم الراحمين جل جلاله. رزقني الله وإياكم تلك العطية. فإذا رأوا وجه ربهم يتناسون كل نعيم، لأنه لا نعيم أجل ولا أعظم من رؤية وجه الله. إنما يقاربه أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال لهم ربهم أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله جل وعلا في آل عمران ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما عظم ذكره وسلف قبل ذلك في الآية. فالعطيتان العظيمتان هي رؤية وجه الله، وأن يحل الله جل وعلا على أهل الجنة رضوانه الذي لا سخط بعده، كما يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي وأخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه العطية قدر لموسى عليه السلام أن يكون له ميقات عند جبل الطور، فلما حضر ذلك الميقات كلمه ربه، فشعر موسى عليه السلام بلذة الكلام مع رب الأنام جل جلاله، فطمع في مقام الرؤية وحق له صلوات الله وسلامه عليه. قال ربي أرني أنظر إليك. قال العلي الكبير لن تراني، وحتى يطمئن قلب موسى أن ليس ذاك لشيء فيه. قال له ربه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم من الذي أخبرنا بما وقع؟